تاني عملوها تاني وفازوا عليهم تاني بنتيجة سبعينية خزعبلية كبيرة جدا جدا. المنتخب المغربي بينتصر 71 مقابل 48 على المنتخب الجزائري إناس في بطولة تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى. منتخبات المغرب ما شاء الله ذكور إناس لا ترحم، بالأخص على المنتخبات الجزائرية بنتيجة سبعينية 71. طبعا كان المنتخب المغربي ذكور فاز برضه في كرة السلة على المنتخب الجزائري بنتيجة 77 مقابل 53. هنا بقى المنتخب الإناث قالوا انتوا مش في أحسن مننا، احنا هنفوز برضه على المنتخب الجزائري بما انه عندنا في أول مباراة برضه هنفوز عليهم 71 مقابل 48. نتائج كبيرة، نتائج كبيرة جدا جدا بيتعرض ليها المنتخبات الجزائرية بالأخص أمام المملكة المغربية. المنتخبات المغربية حرفيا مسيطرة طولا وعرضا على كل المنتخبات الجزائرية في جميع الألعاب. ودلوقتي اكتشفت انه ذكور واناث، يعني في اللعبه الواحده ذكور واناث المنتخبات المغربيه بتتفوق على المنتخبات الجزائريه، مش في لعبه واحده بس. دي كانت حاجه كبيره جدا جدا ونتيجه كبيره اتعرض ليها واتصدم منها جدا الاعلامي الجزائري اللي بيقول دلوقتي طب احنا نجيب لكم مين؟ يعني احنا نجيب مين عشان يفوز على المنتخبات المغربية اللي ما شاء الله متألقة في جميع الألعاب؟ هل احنا طب نواجهكم في الفوتسال؟ هنخسر. نواجهكم في كرة القدم العادية؟ هنخسر برضه. كرة سلة بنخسر ذكور وإناث، وبالتالي هم دلوقتي أمام معضلة وأمام مشكلة كبيرة جدا جدا إنهم دايما بيتعرضوا للخسارة أمام المنتخبات المغربية اللي بتثبت يوم بعد يوم تألقها، وإن كعبها عالي جدا جدا على منتخبات شمال أفريقيا بالأخص المنتخبات الجزائرية اللي بتكون دايما شايفة نفسها إن الجزائر هم أقوى منتخب في الساحة حاليا، ولكن بيجوا امام المنتخبات المغربيه بيحصل لهم دروب قوي جدا جدا وبيخسروا بنتائج كاسحه زي ما انت شفت كده بالظبط. الحقيقه عزيزي المشاهد بقعد كده مع نفسي كتير وبقول ماذا لو حصلت مباراه بين المنتخب المغربي لكره القدم ضد المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي بقياده ابراهيم دياز الوافد الجديد، وعندك بقى كمان المنتخب الجزائري اللي بيعاني حاليا. هتقول لي بيعاني من ايه؟ هقول لك بيعاني في غرفه الملابس ان رياض محرز لما تم استدعائه في المرة الأولى رفض ان هو ينضم الى المنتخب الجزائري. المرة الثانية المدرب بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر قال لك لا مش هنستدعيه، وحصلت مشاحنات. بالاخص ان يعني رياض محرز هو القائد، يعني قائد منتخب الجزائر الحالي هو رياض محرز، فهل معقولة يحصل معاه الموقف دوت؟ بكل تأكيد عزيزي المشاهد احنا عارفين الموقف والدروب دوت حصل معاه بالاخص بعد كأس الأمم الإفريقية اللي خرج وقال لك بعد ما خرجنا كمتزيلين للمجموعة ومن دور المجموعات الدور الأول قال لك إن ديت تعتبر نهاية حقبتي مع المنتخبات الجزائرية ومش هلعب تاني مع منتخب الجزائر. تحس إنه فعلا من وقتها رياض محرز لم ينضم لمنتخب الجزائر من وقت كاس افريقيا اللي فات، رغم ان المدرب عايزه وفي لاعبين كتير محتاجينه والجمهور الجزائري والاعلام الجزائري عايزينه، ولكن اللاعب تم صدمته صدمه كبيره جدا جدا انه يخرج للعام الثاني على التوالي من دور المجموعات بشكل كارثي امام موريتانيا وبوركينا فاسو وانجولا. بكل تاكيد عزيزي المشاهد هي فتره سعيده وزاهيه بتعيشها حاليا المملكه المغربيه في مجال الرياضه. استطاعوا ان هم حرفيا ما شاء الله يحصدوا الاخضر واليابس ويفوزوا على كل منتخبات شمال افريقيا اللي بتعاني للاسف الشديد حاليا في كل الالعاب. شوف كره السله منتخب المغرب بيفوز ذكور واناث، وعندك دلوقتي كمان في الفوتسال منتخب المغرب حقق كأس الأمم الأفريقية من شهرين وحقق كأس العرب، ويعتبر هو حامل اللقبين وبيستعد للمنافسة في كأس العالم. يعتبر أكتر منتخب فاز على المنتخب الجزائري في السنة دي سنة 2024 هو المنتخبات المغربية في مختلف الرياضات. بكل صراحة أنا عرفت واكتشفت أن المغرب هو المنتخب الوحيد